أظن كلنا أغلبية أكلنا الفراخ، ولادنا بالذات بيحبوا الفراخ عن اللحمة. فوصفات الفراخ كتيرة جدا جدا، وأنا عملت معاكم وصفات كتيرة جدا جدا على القناة. كل أنواع الفراخ أنا عاملاها على القناة. فأنا قلت إيه، أنا لازم أعمل لكم وصفات سهلة وبسيطة ما تاخدش معانا 5 دقايق، لأن كلنا ما بنحبش الوقفة الكتيرة إيه في شهر رمضان. وكمان هتتبلي يا ستي وتشتغل على طول من غير ما تركني الفراخ بتاعتك، وهتطلع معاكي دايبة دب ومتشربة وزي الفل. فاحنا دايما نقول إيه، أهم من الشغل تنظيم الشغل. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول، ونعمل أحلى صينية فراخ مشوية بطريقة سهلة وبسيطة جدا جدا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ده يا ست الخضار بتاعنا 4 بصلات وسط و4 فلفلات و4 طماطمات. هغسلهم واقطعهم وارجع لكم تاني. اديني جهزت حاجتي كده وقطعتها اي تقطعات تعجبك. كله هنفرمه في الكبه. بعد كده ايه، هنشوف التوابل بتاعتنا: معلقه ملح صغيره مليانه من كل حاجه، ربع معلقه فلفل اسود، كزبره، قرفه، شطه حسب الرغبه. الكمون حلو جدا بيدي تيست عالي جدا في ايه، في تتبيله الفراخ. قاعد ايه تاني بقى يا هلا، هجيب الكبه بتاعتي وانزل بالخضار كله في الكبه. وهنجيب ليمونيه كده زي ما هي سليمه، افتحها نصين وايه، وطلعي البذر منها وارميها في الخلطه. والتوابل بتاعتنا كله في الكبه. ولو عندك توم مفروم ماشي، ما عندكيش توم مفروم قشري كده 5 تفصاص 6 فصاص، ارميهم في ايه، في الكبه بتاعتك تتفرم. ما عندكيش الكبه يا ستي اعملي في الخلاط، ما فيش خلاط اعمليه كله ايه، في المبشره. ده براحتك خالص. بعد ما خلطنا الايه، الخليط الجميل ده، قاعد ايه بقى، بس نعميه قوي. انا عايزه الميه بتاعت الخضار تطلع معانا، لان الخضار ده مش هنصفيه، احنا هنستخدمه في سوى الفراخ. شايفين ازاي انا نعمته كده زي ما انتوا شايفين. تعال نشوف قاعد ايه بقى. انا ما حطيتش توم عشان انا عندي توم، بس انا المفروض كنت حطيته في الكبه كان اتفرم معاها تاني. انا عندي توم جاهز، فهجيب مع في حدود معلقه كده وانزل بيها. وعندي الخلطه الجباره اللي بحطها في جميع الاكلات والمشويات، الخلطه اللي انا عاملاها معاكم على القناه. موجود كل حاجة عندكم على القناة. جبت معلقة وحطيتها كده، ان التوابل بتاعتي زي الفل. ودوق حاجتك لازم الملح يكون ايه، الملح يكون ظاهر شوية، لان دي فراخ هتتشرب. والفراخ بتاعتي ايه، انا غسلها ومقطعاها وزي الفل. ويا ريت بقى ايه، ما تنسونوش في اللايك الحلو عشان فيديوهاتي توصل لكم في بكل سهولة. انا جبت كده الفراخ بتاعتي انا مقطعاها، الفراخ دي كانت كبيرة فقطعتها. عايزه تعمليها ارباع براحتك، عايزه تعمليها قطع زي هلا كده براحتك. التقطيعه دي بترجع لك انت. المهم بعد ما نغسلها وزي الفل ومصفياها زي الفل من الميه، افتحها كده فتحتين، كل جزء كده افتح فيه ايه، فتحيه زي ما انتوا شايفين. طب ليه يا هلا الفتحات دي؟ الفتحات دي مهمة جدا جدا. مش انا بقول لكم مش هنركن الفراخ بتاعتنا، هنشتغل على طول. فالفتحات دي اللي بتدخل التتبيلة بقى لغاية العظم، تحس ان الفراخ هي والعظم متبلة. ف إيه، معلش انا اسفة. انا هفتح كل ايه، الفراخ بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. افتحي كده فتحتين في كل قطعة كده. يعني الفتحات دي مهمة جدا جدا، الخطوة دي مهمة. دي اللي هتخلي الفراخ بتاعتك متشربة من التتبيلة لغاية العظم كده متشربة. المهم ايه، بعد ما جهزت الفراخ بتاعتي هنعمل ايه يا هاله، تعالوا شوفوا معايا. اي صينيه يا ست، مش لازم الصينيه بايركس، اي حاجه، المونيا، تيفال، اي حاجه هتحبي تشتغلي فيها اشتغلي. نزلت بالتتبيله بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين كده. ما اقولكمش على ريحه التتبيله دي. ويا ريت يا جماعه الخلطه اللي انا عاملاها على القناه اللي بتنفع في جميع الاكلات والمشويات والخضار وكل شيء، اعملوها، مهمه جدا جدا في شهر رمضان. ونزلت بحوالي ربع كوبايه زيت، ربع كوبايه كده. انزلي بقى على الخلطه الجميله دي، وتبلي الفراخ بتاعتك من جوه ومن بره، ودخلي في الفتحات كده زي ما انتوا شايفين. تبليها من الناحيتين. طيب انا بعد ما نتبلها يا هلا كده هنعمل ايه، هقول لكم يا ستي. دي هدخلها على في الفرن بقى. تدخليها كده، الرف خليه قرب قرب الفرن من تحت. هنشغل فوق وتحت، واسيبيها تستوي براحتها. طب يا هالة لو احنا لقيناها لسه ما استوتش، مش مشكلة يا ستي. ربع كوباية مية او نص كوباية مية، المج بتاع الشاي ده امليه مية سخنة بتغلي،
وايه وزقيل الفراخ كده، بس ما تكبيش على الفراخ نفسها، كده في وسط ايه الفتحات دي، في وسط التتبيله كده بالمعلقه تعملي كده وتزقي الميه بتاعتك، واسبيها لغايه الفراخ بتاعتك ما تتشرب وتبقى زي الفل. شايفين انا حطها على الرف اهو، بس بعد ما استوت معايا طلعتها قرب الشوايه فوق، يبقى بنشغل الفرن فوق وتحت. ما لقيتهاش استوت زوديها بالجنب كده شويه ميه، ما تكبيش الميه على الفراخ، ميه سخنه عشان ما نوقفش عمليه السوا. والفراخ بتاعتي هتشوفوها دلوقتي مستويه وزي الفل، وشكلها يفتح النفس. وكفايه ان عملناها ما خدتش معانا وقت. شايفين الجمال والحلاوه؟ شايفين شكل الفراخ؟ تحفه تحفه. ما اقولكمش على الريحه بقى. انا كده الفراخ بتاعتي استوت، انت بتشوكه كده ايه تدوسي فيها، لقيت الفراخ بتاعتك استوت طلعيها، ما استوتش اسقيها شويه ميه ايه بيغلوا. تعالوا نجيب الفراخ بتاعتنا ونشوف اخبارها ايه. انا جبت الفراخ بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، شكلها يفتح النفس. ده لسه بقى هنفتح الفراخ ونشوفها من جوه. اسهل طريقه لشوي الفراخ، تحفه تحفه تحفه. والفراخ بتاعتك هتطلع طريه وجوسي ومش متفله، وطعمها قصه تانية خالص. بس تعالوا كده نطلع الفراخ مع بعضينا ونشوف اخبارها ايه. شايفين الجمال؟ ما اقولكمش على شويه الصوص بقى اللي بينزلوا من الفراخ دي، تغمزي بالعيش البلدي، احلى صوص من الفراخ، احلى من الفراخ نفسها. طب يا هلا الاكله دي نعمل معاها ايه؟ ممكن يا ست صينيه بطاطس تدخليها مع نفس صينيه الفراخ، سوها على العين فوق وبعد كده دخليها الفرن. ممكن نعمل ايه معاها؟ وشويه رز بشعريه. ممكن بقى انا اللي بحبها، انا بالنسبه لهاله شويه بطاطس محمرين وشويه طحينه، بحب الاكله دي قوي. فده بيرجع لك انت. شايفه شكل الفراخ بقى؟ شايفين الجمال والحلاوه؟ ما خدتش معانا وقت. دي من الاكلات السريعه اللي هتنفعنا في شهر رمضان. شايفين الجمال؟ تعالوا نفتحها من جوه كده نشوف اخبار الفراخ بتاعتنا ايه. شايفين لون الفراخ؟ شايفين دايبه دوب مش متحمله. تحفه يا جماعه، تحفه تحفه. احلى فراخ هتعمليها بالطريقه دي. وكفايه كده ايه ما خدتش معانا وقت، وعملناها في 5 دقايق، واحلى فراخ مستويه وجوس وطريه، وطعمها ما اقولكمش على الجمال والحلاوه غير الريحه بقى. فقبل الفيديو ما يخلص معايا ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان قناتي تكبر بيكم وليكم. واحلى طريقه للفراخ هتعملوها بالطريقه دي، جميله جدا جدا. وما تنسونيش في التعليقات الجميله اللي بتديني طاقه ايجابيه. وهقول لكم ايه، اديكم شايفين الفراخ وجمالها، ولون الفراخ جميل جدا جدا. شايفين الحلاوه؟ تاكلي يا ست بعيش بلدي براحتك، تعملي شويه رز بشعريه وشويه بطاطس جنبيها ده براحتك، تعملي بطاطس زي هلا محمره وشويه طحينه من اللي عاملينها على القناه ده براحتك. وبالهنا والشفا مقدما، ومنتظر رايكم في الطعام.